بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقريبا من شهر وأنا للأسف تأخرت في الموضوع، انتشر مقطع لرجل يضرب زوجته. يقولون أن رجل يضرب زوجته، وكان هذا الشخص اللي يصور من مسافة بعيدة، يعني يصور هذا الرجال من مسافة بعيدة، ولكن انتشر المقطع في جميع وسائل التواصل وفي الواتسابات وما واتسابات، حتى في اليوتيوب ومن هذا الكلام. اخواني الكرام، انا عندي رسالة. هذا الشخص اللي صور رجل يضرب زوجته، وزوجته قاعدة تعلي صوتها وهو يعلي صوته في شجار في احدى الاحياء السكنية. هذا اللي صور شنو كان هدفه؟ خلونا أرجوكم هذه الحلقة ضرورية، لأني أنا أعتقد أن هناك الآلاف المؤلفة بيدخلون جهنم بسبب الموبايل وبسبب التصوير وبسبب نشر المقاطع. هذا السؤال أنا أكرره. هذا الشخص اللي صور هذا الرجل مع زوجته وهم يتهاوشون، هذا يسبها وهذه تسبه، شنو كان هدفه؟ هناك هدفين: يا ان هذا الانسان يبي يسوي خير في وجهة نظره، ان انا بودي المقطع للشرطة لاجل ان هذا الرجل يضرب زوجته، يا ان ابي انشر، ابي اصير ترند، ابي انزل هذا المقطع في صفحتي على التيك توك وعلى الانستغرام وعلى اليوتيوب واوزعه في الواتساب لاجل اني انا اوصل الترند. لكن عشان انت توصل الترند راح تفضح انسان مسلم، راح تكشف ستر انسان مسلم، وراح تفضح انسانة مسلمة. لو هذا الانسان فعلا هدفه انه يبي يودي الفيديو للشرطة، ما كان المقطع انتشر في كل وسائل التواصل في الوطن العربي. مرة قالوا كويتي، مرة قالوا سعودي، مرة قالوا قطري، وكل على حسب هو مين يكره. أنا أكره القطريين، قطري يضرب زوجته. أنا أكره السعوديين، سعودي يضرب زوجته. أنا أكره الكويتي، كويتي، وكلن يكتب وكلن ينشر، وفي النهاية إحنا قاعدين نفضح إنسان مسلم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ركزوا على هذا الحديث: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعون عورات المسلمين يا ناس. والله للأسف الآن احنا احيانا الواحد يشوف واحده مثلا يكون لبسها مو اوكي، يروح يصورها وينشر. احيانا انسان مع زوجته قد انه ممكن يلمها او يسوي شيء او شوف وينشر. احيانا شخص مثلا يتكلم يتشاجر ويصور وينشر. شنو هدفكم من النشر؟ فضح المسلمين؟ والله الله راح يفضحك، والله الله راح يفضحك. تبي توصل الترند؟ شنو هدفك؟ تبي توصل الترند على حساب تفضح اخوك المسلم؟ اخواني الكرام، هذا المقطع اللي انتشر، رجل يضرب زوجته، شوفوا شلون سبحان الله يا اخي، والله كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عايش ويانا الان. شوفوا، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين مع بعض. ليش؟ انت لما يجيك الان الواتساب كلب يضرب زوجته، الكبي يضرب زوجته، شو انت قاعد تغتابه وهو قاعد ياخذ حسنات، هذا اللي في الفيديو. فتخيلوا ملايين المسلمين قاعدين يختبون هذا الانسان اللي مثلا سوى لا قدر الله فعل فاضح، سوى شغله، طالب ضرب طالب، ما ادري ايش، مشاكل الناس يوميه قد انا اتعرض لها، قد انت تتعرض لها. شوفوا هذا ما ادري ايش. لا، واحلى شيء لما يشوفون اثنين يدخلون اهل الفتن، مصري يضرب كويتي، كويتي يضرب مصري، شوفوا الجزائري يشتم المغربي، وشعل الفتن كله بسبب مقطع واحد احمق حمار وزعه
لاجل انه يفضح اخوه المسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا وين اخواني الكرام؟ احيانا حادث، تخيلوا حادث، انسان مسكين يتألم، حادث، وكل واحد ماسك موبايله يا حبيبي هذا تعبان اتصل في الاسعاف. لا، قاعد يصور، وهذا يصور ووزع فيديو، وفي نفس انشر مصري مغربي 70 جنسيه يعطونه، وهو انسان مسكين حتى في الحوادث قاعدين نضحك على الحوادث، بيت يحترق نصور. يا اخي اخواني الكرام، من فتره احيانا نشوف حوادث، سياره احترقت وفيها شباب ماتوا وهو رايح يصور. يا اخي انت يا مجرم ما تحس بالالم؟ يعني تخيل هذا الفيديو اللي انت نشرته يا مجرم يوصل حق هذا الاب، يوصل حق الام، لما تشوف ولدها يحترق، لما تشوف بنتها تحترق، لما نشوف انسان مسوي حادث يتألم. احنا نروح نصور، نشمت على الناس، نختاب الناس، ننشر فضايحهم، ما خلينا بنت مسلمة الا فضحناها. والله في ناس يتصيد للبنات لاجل انه يفضحهم. ترى انت مو ملاك طاهر ولا بناتنا ملائكة، كل خطاء، البني ادم خطاء. اتقوا الله يا اخي، تعبنا واحنا نتكلم في هذه الامور. لا تنشرون المقاطع، لا تصورون المقاطع. انت مثلا صورت مقطع وهدفك خير، روح مركز الشرطة، شوفوا المقطع هذا حصل كذا كذا كذا، تبلغ عن جريمة، تبلغ عن حادث، تبلغ عن انسان يضرب انسان، يهين انسان، روح مركز الشرطة. لا تطرش بالواتساب، لا تنزل في اليوتيوب، لا تنزل في الانستغرام وفي التيك توك، فضحتوا الناس. وانت ترى بهذا الفيديو قاعد تاخذ ملايين الحسنات. سبحان الله، واحد مثلا ينزل فيديو يا ناس تصدقوا وصلوا، هذا عداد الحسنات شغال الى يوم القيامه، وهذا قاعد يفضح الناس عداد السيئات شغال الى يوم القيامه. تقوى الله يا اخي. كذلك مش بس انت قاعد تفضح اخوك المسلم، انت ايضا تسببت بغيبه الملايين من البشر. الكلب ابن الكلب، هذا مصري، هذا سوداني، هذا قطري، هذا بحريني، ولا وكلن يألف، كلن يفتي، وكلن يكتب الجنسية. انت تخيل يعني هالجنسيات كلها تقف امام الله، هذا الانسان يستهزئ فينا، هذا الانسان فضحنا، هذا الانسان تبلى علينا، هذا، وتخيلوا هذا الانسان يوقف يوم القيامة. انتم ملايين البشر امام هذا الرجل اللي ضرب زوجته، ملايين البشر واقفين، يبي هذا واحد ياخذ الحق من ملايين البشر. انا هذا سبه، هذا قال كلب، هذا قال ابن الكلب، هذا وامه تيي واخته تيي، اللي سب اخته واللي سب امه واللي سب. يا اخي شنو فعلا يعني في حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في جهنم الا حصائد السنتهم؟ هذا لسانك بوديك، هاللحمه هذه بتودي الناس في 60 داهية. الله يغفر لنا ويرحمنا. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة. تخيل أنت إنسان قد زنيت، بدل مثلا يوم القيامة الملائكة يفضحوا، تعال يا زناي، تعال يا رئيس بيان، مثلا إنسان يفعل قوم لوط، واحد خمار، فتخيل الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن استروا على هذا الإنسان. ليش؟ لأن ستر على أخوه المسلم. فتخيل أنت إنسان، شفت إنسان مثلا، يا أخي ما حد يفكر هذا الله، ما حد يفكر هذا الإنسان الزاني. ليش الله قال هاتوا 4 شهود؟ ما حد يفكر. أنتم في حياتكم شفتوا واحد يفعل الفاحشة أو أنه يزني وجايب 4 تعالوا طالعوني؟ ما في، إلا طبعا الحيوانات. في أوروبا الحيوانات يسوون كل شيء. فالله امر باحضار 4 شهود. ليش؟ لاجل الستر، لاجل احنا نستر على بعض. الله لا يحب ان الفاحشه تشيع، والله سبحانه وتعالى يكره الجهر بالمعصيه. وكذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي معافى الا المجاهرين. هذول اللي يجهرون، ويقعد واحد يطلع يقول لك انا زناي. الله لا يريد ان الناس والعياذ بالله تفتخر بالمعاصي. تدري لما تفتخر بالمعاصي وتنشرون المعاصي، هذا دليل تحدي، احنا نتحدي الله. تدري انت انسان كمسلم لما تفضح اخوك المسلم، والله هذه اخلاق مين؟ يعني ايش اشبهك بمين؟ ابو جهل ما سواه. ابو جهل الكافر ما رضى انه يهتك ستر بنات عمه. ما اتصور قال لا اصمت،
لا اريد ان اطيل اخواني الكرام 10 دقائق. تقوى الله يا ناس، والله غيبه، نميمه، كلام، بس تبي توصل ترند. قطري يضرب زوجته، بحريني يضرب زوجته، وهذا مسكين، هالفقير المسكين. يا اخي ترى كلنا معرضين، احيانا انا انت كلنا، ترى احنا مش ملائكه. احيانا انا وزوجته واحد زوجته تعصب عليه وهو يعصب عليه، ممكن يمد يده. يا اخي هذه المشاكل الاسريه تنحل. الله سبحانه وتعالى يقول فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهله. ما تروح تتصور انت يا اخي. انا ترى انصحكم لله، والله تعبنا من كثر ما احنا نتكلم. للاسف يصر كثير من الناس. تقوى الله. والله ان هذه رساله اوجهها اخواني للجميع، ارجوكم وقفوا. والله انا احبكم، والله اخاف عليكم، والله اخاف عليكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. شوفوا انا بقول لكم حاجه، كل المعاصي ما عدا الشرك بالله طبعا، كل الذنوب الله يغفرها الا حقوق الناس. حقوق الناس، تعرف ايش معنى حقوق الناس؟ تعال يا فلان انت سبيت، انت كذا، وانا صراحه الشيخ وجدي غنيم يعجبني. مره طلع وكنت اتناقش وياه في هذا الموضوع، وهو دائما يطلع يقول انا اي انسان شتمني، سبني، غلط علي، غلط كذا، تكلم في عرضي، انا مش مسامحه، ابي حقي يا رب، ابي حقي. وانا كذلك. ليش اخواني الكرام؟ لان احيانا في شخص يتكلم بحسن نيه، لكن للاسف اللي احنا قاعدين نشوفه في هذه الدنيا تعمد. مثل الحين الذباب الالكتروني هذا اللي ب 500 ريال، يعني يسبك في عرضك وفي شرفك عشان يرضي والله كوهينو ويرضي بنجامينو ويرضي ايش تبي توصل له؟ يسبك في عرضك ومتعمد. هذول احنا مستحيل نسامحهم. فانت اللي قاعد تنشر انت متعمد. انت جاك المقطع انت تنشره متعمد. لا تقول لي لا والله بالخير، لا يا حبيبي، انت متعمد. تبي تروي نفسك انك بطل، انت شغال في جروب، عندك جروب، انه والله شوفوني انا اكثر واحد اطرج فيديوهات، انا الابديت اول باول اطلع لكم الخبر هو طازه والله العظيم. يسوونك فرايد تشيكن في جهنم طازه خذ فريش يعني خبر فريش، والله بيطلعونك من جهنم فريش هناك بتطلع. لا اريد ان اطيل لان انا مقهور اخواني الكرام. انا لا ارضى لان هذه الامور الاجتماعيه انا عايشها. والله يعني انا كفايه حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول يفضحه ولو في جوف بيته. فتخيل والله الفضيحه راح تجيك، لان الله سبحانه وتعالى يأمر بالستر، يأمر بالكتمان، يأمر ان احنا كمسلمين. يعني اذا كان بعض الصحابه او بعض التابعين يقول لك لو انا شفت اخوي الخمر يقطر من لحيته لاحسنت الظن فيه انه شلون يعني الخمر يقطر من لحيته اكيد شارب. لا يا حبيبي، يمكن واحد اعتدى عليه وضربه بقرشه خمر على راسه. ليش احنا دائما نحط سوء الظن ونحط فهذا يا اخي انسان ضرب زوجته، انسان كذا، انسان ننشر فحشاء، ننشر رذيله، انسانه عريانه نروح مثل هذه الكرواتيه اللي فضح شهرناها في الدنيا كلها. والله يعني اخواني الكرام ارجو انكم تنشرون هالمقطع، ارجو انكم تنشرون المقطع على اوسع نطاق لاجل الناس تتعرف. اتمنى رسالتكم وصلت.